السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده هنعمل كيكه شوكولاته غرقانه بقى بصوص شوكولاته. يمكن من احلى واجمل الكيكات اللي ممكن تجربوها بانجح واسهل طريقه، واقولك ازاي تطلعيها هشه قوي كده وطعمها خيالي، وتطلع عامله زي الجاتو كمان واحلى، وتقدميها في المناسبات. لو عندك عزومه كبيره هتبقى شكلها حلو قوي، وهتطلعي القطعه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. هقولك على سبب نجاح الكيك والتسويه الصح، وازاي تطلعيها احلى من الجاتو بمليون مرة. يلا نشوف هنعملها ازاي. بس الاول لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناة، وبرضه ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل وصفة جديدة انزلها. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فمحلاها لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا. اول حاجة هنبتدي بيها هو صوص الشوكولاتة، عشان ندخله التلاجة ويكون تقيل كده معايا. كوباية من الحليب، وبعد كده بعد الحليب هنضيف كوباية من الزيت. لو قلقانين ان الصوص ده ما يتقلش معاكي في الخلاط، ممكن تنزلي زيت سرسوب صغير، بس هو كده كده هيتقل. بعد كده هنزل بكوبايه من السكر، ولازم الكوبايه اللي هنعاير بيها كل حاجه. نص كوبايه من الكاكاو الخام. احسن نوع تشتغلي بيه كاكاو هو الكاكاو الاسباني، هتلاقيه موجود في اي عطار. اضربهم كويس قوي في الخلاط. بصراحه هو طلع معايا اتقل من كده، بس انا ضفت له حوالي ربع كوبايه من الحليب. القوام ده مظبوط لانه لسه هيدخل كمان التلاجة ويتقل، عشان كده عملته في الاول. زي ما قلت لكم، لو خايفين ان هو ما يتقلش ممكن تضيفوا زيت سرسوب صغير، يعني نفتح الخلاط من فوق وننزل الزيت سرسوب كده صغير قوي لعند لما الخليط يتقل ونوصل للنتيجة اللي احنا محتاجينها. بس هو كده كده بيتقل، يعني حطيت الزيت كده مع المكونات بيتقل وبيديك القوام اللي انت محتاجاه. وكمان كان تقيل قوي معايا، وانا ضفت له كمان لبن او حليب يعني. القوام ده مظبوط لان انا عملته في الاول ادخله التلاجة هيتقل كمان اكتر، يبقى مظبوط ان انا احطه على كيكه. عايزه اقول لكم ان الصوص ده تقدروا تستخدموه في الحشوات، في التزيين تورت، في اي وقت عايزين صوص شوكولاته تعملوا الصوص ده هيبقى حلو قوي. دخله التلاجة، وكمان الافضل انك تحطيها في علبه محكمه الغلق، بس احنا عشان هنشتغل فيه على طول. بعد كده نبدا في وصفه الكيك. اول حاجه هنجيب 3 بيضات في درجه حراره الغرفه، والبيض هنا كان حجمه وسط، يعني مايل للكبير شويه بس مش كبير قوي. لو البيض بتاعك كبير ممكن تستخدمي 2 بس كفايه. بعد كده هنزل عليه بفانيليا، ممكن تستخدمي الفانيليا البودرة، تحط 2 باكت كده منها. نبدأ بقى نضرب بالمضرب الكهربائي كويس قوي. هنا لازم البيض كده يرتفع معانا ولونه يقلب شوية للون الأبيض أو يفتح كده. أهم حاجة إن احنا نضرب في المرحلة دي كويس قوي. ممكن لو مش عندك المضرب ده تقدري تستخدمي المضرب اليدوي، بس هياخد وقت كتير. أو الأسهل بكتير وهيديكي نتيجة كويسة في الآخر هو الخلاط. هتضيفي فيه البيض وتضربي كده حوالي دقيقة ولا حاجة لعند لما لونه يبدأ ان هو يفتح، ما بقاش زي الأول. لازم توصلوه للمرحلة دي. بعد كده هبدأ أوقف ضرب. هنزل عليه بكوباية من السكر. لو انت سكرك قليل شوية ممكن تضيفي كوباية الا ربع، هتبقى مظبوطة. بس هي كوباية بتبقى حلوة قوي ليه في الآخر، بصراحة ما بقاش مسكر. أهم حاجة في المرحلة دي انكم تضربوا كويس قوي السكر مع البيض. هيبدأ يقلب كده للكريمة، تحسوا ان هو تقل، وكمان لونه بقى مايل كتير قوي للأبيض. ودي الحاجة اللي هتخلي الكيك في الآخر يكون هش كده ومرتفع ويكون حلو قوي. وعلى فكرة هي ما بتاخدش وقت كتير خالص. أول ما وصل للمرحلة دي بدأت إن أنا أوقف ضرب، وبعد كده هنزل عليه بكوباية الا ربع من الزيت. هنا كيك الشوكولاتة أحسن حاجة ليه هو الزيت، لكن لو انت عايزة تستخدمي سمنة مفيش فيه أي مشكلة. برضو بتضيفي كوباية الا ربع من السمنة كده، بتبقى مظبوطة. بس احنا بنعاير السمنة وهي سايحة مش وهي مجمدة. برضو لعند لما نخلط الكلام ده كويس قوي نبدأ نوقف ضرب، وبعد كده هضيف عليها كوباية من الحليب. يبقى هي دي المكونات السائلة اللي موجودة عندي. أبدأ أخلط بقى الكلام ده كويس قوي. أهم حاجة إن احنا نخلط كل حاجة كويس، لأن هي دي المكونات السائلة اللي هبدأ أحطها على المكونات الجافة. حتى ممكن في الآخر كده تاخدوها كده بالسباتيولا تتأكدوا إن كل حاجة اختلطت مع بعض. وبرضو مهم إن ما يكونش فيه أي سكر تحت، لازم السكر يدوب كويس قوي. بعد كده وقفوا ضرب. انزل بالمكونات الجافة. هنا عندي كوبايتين ونص من الدقيق، وهنا طبعا انا نخلاهم كويس قوي قبل ما انا اعايرهم. وكمان عندي نص كوباية من الكاكاو، يعني اللي احنا هنشيله دقيق هنحطه كاكاو. يعني انا عندي مكونات الجافة دي 3 كوبايات من الدقيق. تمام، في اي معلقة هشيلها من الدقيق هحط بدلها كاكاو. من الحاجات الاساسية اللي انا بحبها قوي في الكيك هو كيك شيف. بخلي الكيك كده مرتفع وهش كده وحلو قوي، يعني بيديله طعم تاني وبتبقى حلوة قوي بصراحة. نبدأ بقى نخلط الكلام ده كويس قوي لعند لما ده كله يتجانس مع بعض. هنا اوريكم القوام ما بيكونش تقيل قوي ان الكيكة تطلع مكتومة، ولا خفيف قوي ان هي تهبط معانا اول ما تخرج من الفرن. نخلط كويس وفي نفس الاتجاه، نجيب من فوق لتحت عشان نتأكد ان كل حاجة اختلطت. شوفوا القوام بتاعه حلو قوي ومظبوط ازاي.
لازم توصلوا للقوام ده عشان هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. نبدأ بقى نشيل المضرب ده، وبجيب اي سباتيولا او اي حاجة ان احنا نتأكد بس ان ما بقاش في اي دقيق خالص تحت ولا على جنب البولة كده. برضو انا بجيب من فوق لتحت، انا ما بدوسش جامد، وبرضو في نفس الاتجاه عشان الهواء اللي جوه الكيك ده ما يخرجش منه، تطلع هشة ومظبوطة. شوفوا بس قوام الكيك، عايزاكم تركزوا قوي على قوامه. واهم حاجة ان احنا ما بنقلبش في الكيك ده كتير. نشيله بقى ونبدأ نجيب طبق بايركس او صينية او اي حاجة ان احنا هندخلها الفرن. بعد كده هبدأ ادهنه دهنة كده بسيطة من الزيت. لو بتحبوا تبطنوا كده الاول الصينية او ترشوها كده شوية من الدقيق عادي مفيش اي مشكلة، بس انا بصراحة بحبها كده. بس انا بفضل في كيك الشوكولاتة لو انتوا بتبطنوا كده الصينية استبدل الدقيق بالكاكاو، هيبقى احلى بكتير عشان في الاخر ما يبقاش فيه كده نقط بيضة. بعد لما دهنتها كده شوية من الزيت، او لو انتوا عايزين تبطنوها برضو، ابدأ اضيف ده خليط الكيك. هنا خليط الكيك يعني بيبقى حوالي نص الصينية كده ولا حاجة. نبدأ نسويها كويس، نخبطها خبطتين اهم حاجة علشان لو في اي فراغات كده من جوه تبدأ ان هي تتملي جواها خليط الكيك ده. ممكن تجيبوا خلة او سكينة وتبدأوا تعملوا فيها خطوط كده دواير علشان تبدأ ان هي تخرج الهواء بسهولة. بندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180، نحطها على الرف اللي قبل الأخير، بتقعد حوالي من 35 ل 45 دقيقة. نختبرها بخلة بتطلع نضيفة، نختبرها بخلة وتطلع نضيفة. أهم حاجة نسيبها في الفرن، نفتح بس عليها الباب ونقفل الفرن ونسيبها لحد لما تاخد درجة حرارة الغرفة علشان ما تهبطش منك. ده شكل الكيك بتاعنا بعد لما خرج. طبعا بتتأكدوا كده ان هي استوت بخلة، طبعا هي دي بعد لما بردت بس كانت مستوية قوي وهشة جدا، كان ارتفاعها ما شاء الله بجد. بعد كده بنجيب صوص الشوكولاتة اللي كنا عاملينه في الأول ودخلناه التلاجة. شوفوا هنا قوامه تقل قد ايه. لكن زي ما قلت لو انتوا هتخزنوه او هتسيبوه عندكم في التلاجة تستخدموه في اي وقت، يبقى هنحطه في علبة محكمة الغلق هتقعد حوالي شهر في التلاجة. ونبدأ بقى ان احنا نفردها بالشكل ده. انا هنا بحب قوامها يبقى تقيل شوية، هو يمسك كده فوق. ممكن لو انتوا كمان حابين ان الكيك ده تسقوه بحليب ممكن عادي، ممكن تجيبوا حليب وتحطوا عليه شوية كده من السكر او اللبن المحلى المكثف وتقلبوه كويس، وبعد كده تبدأوا تعملوا فتحات كتير قوي في الكيك، وبعد كده تحطوا بقى الكمية اللي انتوا محتاجينها. او ممكن تجيبوا اللي هي العلب الحليب والشوكولاتة دي اللي بتتباع وتسقوها بيها، هتبقى حلوة قوي برضو. بس انا بصراحة مش بحب الحركة دي، انا بحب على طول احط صوص الشوكولاتة كده فوق. انا هنا بصراحة كنت هقطعها مكعبات صغيرة، مكعبات كده، بس انا في الاخر غيرت رأيي علشان كده حطيت كده شوية شوكولاتة مبشورة من النص. شوفوا الاول شكلها قد ايه حلو من غير اي تزيين خالص. بعد كده بدأت ان انا اقطعها بالشكل ده. هنا انا حبيت اقطعها كده على شكل الجاتوه. الطريقة دي هتبقى حلوة قوي لو انت عندك عزومة او خطوبة في البيت كده، الحاجات دي هتبقى حلوة قوي فيها بصراحة، وبتقدموها بالشكل ده. او ممكن زي ما قلت تقطعوها عادي قطع كيك كده صغيرة مكعبات كده او مربعات، تبقى جميلة جدا ما شاء الله. عايزة اقول لكم ان دي من انجح واسهل طرق الكيك اللي ممكن تجربوها. الكيكة هشة قوي. وكمان هعمل لكم احلى طريقة تزيين دلوقتي ان يمكن اي حد يعملها. بصوا بقى، هنجيب كده شوكولاتة مبشورة وتبدأوا ان انتوا تحطوها فوقها، هتنقل شكلها في حتة تانية خالص. ولا اجمل بقى قطعة جاتوه كده تجيبوها. حلو خطير، كيكة شوكولاتة على صوص شوكولاتة وكمان من فوق شوكولاتة مبشورة، فدي بقى الحاجات دي لعشاق الشوكولاتة بجد هتنبهروا من طعمها. شوفوا بقى شكلها حلو قوي. يا رب بقى تكونوا استسليتوا واستمتعتوا استفدتوا برضو. لو عجبتكم طريقة الكيك ده ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عايزين اعمل لكم ايه الفترة الجاية. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم واشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل وصفة جديدة انزلها ما يفوتكش اي حاجة. يلا بقى هسيبكم تستمتعوا بجمال الكيك ده، متأكدة ان انا فتحت نفسكم قوي عليه. هستناكم تجربوه وترجعوا تقولولي رأيكم فيه. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فمحلاها لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا.